مشاهدينا، اليوم فقرتنا الفنية مميزة وضيفنا أيضا فنان مميز صار له فترة غايب عن الساحة الفنية. قدم العديد من الأعمال المسرحية واللي ما زالت نتذكرها إلى هذا اليوم. طبعا هو كاتب وملحن وأيضا غنى ومثل وكتب الشعر، فنان شامل بمعنى الكلمة. معروف بابتسامته اللي ما تفارقه دائما وعسى الله يحفظه ان شاء الله، وخفيف الدم وخفيف الظل وثقافته جدا عاليه. كل ما تساله عن موضوع تلاقيه يجاوبك، لا ويجاوبك باقناع، يقنعك في هذا الموضوع. ملم في مسيرته، في اموره الحياتيه، خبرته، دراسته، تخصصه. زملائه واصدقائه واللي يعرفونه عدل يسمونه دكتور الدكاتره. درس الهندسه الميكانيكا وكمل دراسته في الدكتوراه في عالم الاقتصاد. وين؟ في أمريكا. راح تكون حلقتنا اليوم معاه بعرض ملفات خاصة في مسيرة حياته. خلونا نرحب بضيفنا، لكن ما راح نتعرف عليه، هو راح يرحب فينا بطريقته الخاصة. حامض حيو لا مستانس حامض حيو. اخوي حمض حلو، لو سمحت اخوي بارك الله فيك، هذه هويتي واسمي صار 3 أيام عندك، وارجوك صراحه ابي فلوسي طال عمرك. يا هيا لا اخوي انا مو اسمي هيا، انا اسمي صلبوخ طال عمرك. ايه حاضي استيح. نعم استيح ايش حقه؟ استيح 10 دقايق عشان بعطيك ويقع. ايش حق 10 دقائق؟ ايش حق 10 دقائق؟ ايش حق 10 دقائق؟ يحظى بعطيك ويقع الحين تيوح داخل على ما انت الا معاملتك خايسه. انا معاملتي خايسه انا. ايش حق الورقه؟ ايش حق الورقه؟ انت ما تبي تثبت انك مثلت؟ الحين كل هذيلي ما يدرون اني انا مثلت، بس حضرت اللي في المكتب يدري اني انا مثلت. شاكو انت تبي فلوسك ويايا مبين، بس عيي اصبر شوي. يا اخلص خيوص يا يوح يا هيا ماني هيا نجدد لكم تحية مشاهدينا ونمسي بالخير والنور والنوير على ضيفنا الفنان القدير الدكتور سليمان العسوسي. مساك الله بالخير. مساكم الله بالإيمان وطاعة الرحمن، وهذه فرصة سعيدة حقيقة أني أكون متواجد وياكم. أولا أنت غادة بنيتي الجميلة، وهذا وليدي راشد وأخوي الصغير عشان ما أكبر روحي. وأنا سعيد حقيقة. هذه قناة جميلة جدا، وتحياتي لأخوي الفاضل طبعا يوسف الجلاهم أبو أحمد والكرو مال البرنامج مسائي حقيقة، وأنا أتشرف أن أكون ضيف هذا البرنامج الليلة. احنا لنا الشرف بتواجدك اليوم. ما راح اقول الغائب الحاضر، لكن راح اقول الفنان المتواجد في اماكن يحبها. هالغيبه وين؟ والله شوفي، هو علشان مثل ما يقولون ننطلق من زوايا مختلفه. الفن ما له قاع، الفن ما له ارض، الفن ما له مقياس. صحيح. الفن دائما علم تلقاني يرفرف في كل مكان. كل انسان في هذه الحياه ترى فنان. الكاتب في كتاباته فنان، المهندس ايضا في شغله فنان، يقعد يهندس. عشان كذي الله يرحمه على المفيدي شو يقول؟ الله يرحمه. هندسها. اكيد. لان فنان كبير. فلذلك احنا دائما نقول ربما ياتي وقت من الاوقات الشمعه قد شويه بريقها يخف، ولكن ربما ينتقل الى مكان اخر يشع منه. صحيح. فأنا مع الفن حقيقة منذ زمن. ما ودي أنا أحرق عليكم أسئلتكم، لأن أنا أدري مجهزين لي شغل وايد. أنا حاضر، بس ربما أنا قليت في فترة من الفترات، ولكن اتجهت إلى مواقع أخرى، إن كان من العلم أو الفن. الله يسامحك يا خالد الأنصاري، يا خالد أمين، ومشكور أيضا يا خالد الأنصاري ويا خالد أمين، وأخوي الرائع دكتور سالم مشكناني، اللي خلوني أرجع فعلا مرة ثانية حق الفن من خلال
الديوانيه في اكيد المريض. الديوانيه لها يعني خطوط وايد واسئله وايد يا راشد. بالفعل يعني شوفوا ما شاء الله مشاهدينا التفت على الكاميرا على طول وقاعد يتكلم مع الكاميرا ويخاطب المشاهدين ما في مشكله. حبيبتي عشق هذه. الاول والاخير قال لنا في البدايه حب الكاميرا تحبك لا طبعاً، تخافوا انا طبعاً. راح اتحكى مع المشاهدين. لا المشكله مو مو غريب كذي، عليك. اللي واقف ورا الكاميرا يعني هذول واحد من عيالي. اشوفه اول ما دشيت طار فيك طيره اي لان طال وظلمك عمرك هذول يعني هذا شحاته إيه. يعني كان واحد من عيالي اللي كانوا في الام بي سي. هاي طبعا ملف صحيح، كبير ملف راح ان شاء الله راح نفض له ننطلق شاء نتكلم الله. عنه، فانا ما بحرق لكم حركت ملفاتكم. اسئلتنا دكتور. عشان شي قلت لك يلا يا راشد بسرعه. الحين بندش في الملف الرياضي دكتور. إيه. يمكن دكتورنا بسنه 64 وين كان ايام البراحه وايام الساحات كان إيه يلعب. إيه صحيح. وبعدين ايام مدارس وبعدين انتقلت الى نادي القادسيه. صحيح. كلمنا عن هالملف الرياضي هذا في حياتك مشوار. شوفوا انا ابي اقول شغله معينه قبل لا ابتدي في الطروحات اللي بنتكلم عنها. الله سبحانه وتعالى دائما يعطي غاده صراحه ولا أكيد. هذا اخوي راشد نعم ولا يعطي كل انسان نعم. الحمد لله. مرات الانسان ما يكتشفها ومرات مع الوقت يكتشف ان عنده نعم وهبات ومواهب، لان الله صحيح. ومواهب لان الله سبحانه وتعالى دائما يعطي كل انسان شيء علشان صحيح. يكون عنده التميز، ولكن بعض الاحيان يصير واضح التميز وبعض الاحيان يحتاج الى دعم خارجي علشان يبرز هذا. بالنسبه للملف الرياضي الحقيقه انا بديت سنه 64 لا قبل 64 نادي القادسيه شهر 9. نعم. لكن انا كان عمري 8 سنوات عصقول صغير ضعيف طويل وضعيف كذي، وكنت العب كره قدم. شيطان من يوم انا صغير احب كره القدم، وكان عندنا فريق يسمونه فريق البدر في النقره، وكنت راس حربه اقول براسي اشوت اسوي دبل كيك يعني بعد كله. طويل بعد ما في اي وقتها يعني بالنسبه الدخيل للاخرين يرفع وجاسم يقوي. اي والله. فاستمريت لما صار عمري حوالي 11 سنه. حقيقه هذه نقطه ايضا ودنا نتكلم فيها، المحاور لماذا الكره او الرياضه كانت هكذا واصبحت هكذا، هذا موضوع ثاني، بس خلينا نتكلم عن الجزئيه هذه مالتي. 11 سنه رحت نادي القادسيه. رحت نادي القادسيه دربت كره قدم اشبال يسمونها من الاشبال، وفي نفس الوقت وقتنا كان شنو؟ كان ممكن تلعب اكثر من لعبه جماعيه ايامنا. نعم مسموح. عرفت شلون؟ بالستينات وبعدين وقفوها بالسبعينات. فكنا نلعب نتدرب قدم، العصر نتدرب سله، المغرب نتدرب طائره، مرات بالليل نتدرب تنس طاوله. ما شاء الله استاذ يعني أي. كثير من الالعاب. شنو كان اقرب شيء حق نفسك؟ العفو يعني انا يعني الواحد ما يمدح نفسه، لكن هذه حقائق وايد جميله جدا لانها مفعله حقيقه. ان الانسان يستطيع ان يفعل كل شيء. صحيح. وانا يمكن بهالحلقه هذه يمكن قلت لكم واحده من الاسباب ان انا جيت ولبيت هذا النداء مو فقط للعوده مره اخرى للاعلام، انما انا عندي رسائل مهمه جدا اريد ان اطرحها في خلال هذا اللقاء الجميل معاكم. كل انسان عنده قدره، عنده هبه، عنده موهبه، كل انسان يستطيع ان يفعل شيء بالمثابره، بالعلم، بالتثقف والعزيمه اهم شيء. والعزيمه. كل انسان، وهذه نصيحه اقولها قدامكم الحين قاعد الكاميرا تشوفني، واللي ورا الكاميرا اللي قاعد ورا التلفزيون هم يشوفوني وسمعوني عدل. لا تخلون اي انسان يبوق احلامكم. كل واحد ترى عنده حلم جميل، كل واحد عنده حلم رائع، لا تخلون احد يبوقه. حاولوا انكم توقفون وتواجهون المجتمع، تواجهون الحقيقه علشان تقدرون انتم تثرون هذا الحلم الموجود داخل انفسكم. صحيح. 64 دخلت اصغر ناشئ في كره السله في نادي القادسيه. ما شاء الله. بعدها بسنه قمت العب سله وطائره. بعدين جتنا بعد سنتين ثلاثه طلعوا قرار طبعا مجموع الجمع ما بين الالعاب جماعيه. نعم. قصدك انه ممنوع ان تلعب لعبتين نفس الوقت. اي فالسله والطائره كانت لعبه واحده، يعني مجموعه واحده. يعني ما يصير تلعبين قدم وتلعبين سله وطائره كذا. ف الله يذكره بالخير محمد الصقعبي كان عنده 10 فلوس، لو 100 فلس الواحد بعد يقول هم شويه يعني غاليه، 10 فلوس واحنا واقفين يم الصاله سوى شاب وكتب يا اروح قدم يا اروح سله وطائره.
ويشاء الكريم لأنه هو من يرسم هذه الحياة لنا. نعم. أن أختار يطلع سلة وطائرة، ومن ذاك الوقت بديت في السلة والطائرة كمجموعة، وبعدين فصلوا، السلة صارت بروح والطائرة صارت شنو بروح. كان أقرب شيء يعني حبيت تلعبه أو مارسته؟ كل شيء يعني هو مو عفوا يعني تفوق بشيء، ولكن مرات الإنسان إذا كانت عنده ملكة وده يسوي كل اللي يقدر عليه. صحيح. وبالفعل طبعا حتى لما يعني في نادي القادسية وفي منتخب الكويت، مثلت منتخب الكويت في كرة السلة ولعبنا طائرة. لما رحت أمريكا أيضا لعبت كرة قدم. أنا عندي عملية بس ما بدي أوريكم إياها عشان لا يضيق خلكم. في ريولي في عندي يسمونهم هذول بليتس اللي هم من الحدايد اللي موجودة، لأن كان عندي تور ليجمنتس اللي هو أربطة من لعبة كانت نهائية ما بين بوسطن اللي هو ماساتشوستس، اللي يسمعوني من الأهل اللي كانوا في ماساتشوستس يعرفون يعقوب العوضي ومحمد والجماعة كل أبوهم. أي سنة الحكي هذا؟ هذا أنا كذي راح توهقوني بس كل واحد شوفوا هذا سنة 79. إيه ما شاء الله. 79 لا 77. نعم. 77 ما شاء الله. إيه. وكان في شيفيلد ستاديوم، هذا كان أكبر مدرج عندهم يشيل 75,000 متفرج، وكنا نلعب مباراة نهائية ما بيننا وبين رود ايلاند الولاية اليمنى، وقولت جول، وبعد ما بديت الشوط الثاني داسوا على ريولي ففرت ريولي وانقطعت الأوتار وهذه الأربطة وكل شيء، قعدت 6 ساعات بالعملية. بس الحلو والجميل ان انت حققت شيء في حياتك، يعني لعبتي، كنت ادرب كرة سلة، مساعد كرة سلة للبنات. نعم. في وستر ستيت كوليج. كنت ادرب مساعد كرة طائرة في نفس الجامعة للبنات، جامعة وستر ستيت في ما شاء الله. فوايد يعني انا دائما اقول الله سبحانه وتعالى لما يعطيك النعم تقدر تسوي كل شيء. يعني استخدمت طاقتك المتوفرة عندك، الطاقة ووظفتها في الشيء الإيجابي والتايم الوقت. نعم. أنا دائما حتى أقول حق عيالي واللي يسمعوني الآن صغار وكبار، الوقت وايد مهم. نعم. تنظيم الوقت وايد مهم. صحيح. حاولوا تستفيدون منه. الساعة تمر عليك ممكن تنام تشخر فيها، ممكن تروح تشرب شيشة، ممكن تروح تسوي تاكل بالمطعم، ممكن تقرأ، ويقول لك ما عندي وقت. بالضبط. فأنت تنظيم الوقت واحد من الأشياء المهمة جدا يدور. هذا بالنسبة يعني ما شاء الله بطرحك وطريقة أسلوبك أستاذ ومشاهدتك للكاميرا وتنقل الموضوع وتروح تشاهد المشاهدين وتكلم وتوجه لهم رسائل. ذكرتنا بالإعلامي عبد الله المحيلان. حبيبي. نعم. دائما يشبهونك فيه. حبيبي صحيح. نعم. صحيح. أنا أتشرف يعني أولا هذا الشعور وهذا التشبيه شنو يعطيك؟ أنا أولا من خلال هالبرنامج أحب أن أوجه تحية حق أخوي الفاضل الفنان الأستاذ الكبير عبد الله المحيلان، هذا الإنسان الرائع اللي كان في وقت من الأوقات مو نجم، وهو لم يأفل ولكن توارى مثل ما بعض الناس مثلنا احنا توارينا بعض الوقت ورجعنا مرة ثانية. هذا إنسان الرائع كان كل يوم خميس ننطره، شوف حتى واحنا كبار ننطر عبد الله المحيلان. دخل قلوب الناس في حب. ترى أنا خلنا أقول لك على شغلة. أكيد تفضل. في حب. أي إنسان عنده حب رب سبحانه وتعالى يعطيه قبول مو طبيعي بين البشر. صحيح. وهذه نعمة. أكيد. يعني either you have it ولا ما تكون موجودة. هذه ما فيها ككاريزما يعني. وتواصل بين الناس. بالضبط. وهذا الشيء اللي كثير من الناس الحقيقة قالوا لي إنه فيك شبه كثير من أستاذ الفاضل، وأنا أتشرف إنه هذا يمكن طريقة ملامستي للمواضيع، طريقة طرحي للمواضيع، ابتسامتي. أنا قالوا لي ابتسامتك شقاقية ما يقصون عليه ولا شيء ما أدري. فاللي أقصده أن هذه الروح الموجودة عند عبد الله المحيلان يمكن كسب جزء منها. ومؤخرا حقيقة في بعض القنوات طلبوا مني أن أنا أسوي برنامج خاص على نفس الطبيعة اللي هي مالت التوك شو مال عبد الله المحيلان، وقاعد أطالع قاعد أناقش أشوف الأمور. نعم. طبيعة هذه الشخصيات يعني مدى تلامسها مع الناس، يعني تستجيب معاها الناس وتجاوب معاها. صحيح. يعني صحيح. هذا الطرح غير خارج عن الطرح التقليدي. بالضبط. الطرح الإعلامي التقليدي. بالضبط. شنو يعطيكم من يعني مهام ووظيفة ومسؤولية بنفس الوقت؟ يعني يمكن أنت أنا أتكلم بطبيعتي وحاجة يمكن البعض يستغلها باستغلال أو يوظفها بتوظيف سيء. شوف أستاذ مدى خطورتها هذا الأسلوب، مدى خطورته؟ يعتمد على الإنسان. ترى إثبات الذات خطر. نعم. يعني على أساس أنت تثبت ذاتك سلاح ذو حدين. صحيح. إما أن تكون عندك الأساسيات والدعائم القوية بأن تثبت الذات في المراحل الإيجابية وتثري ما تريد أن تقوله قدام الناس،
وتكون لك منظومه فلسفيه معينه بحيث الناس يتبعونك، هذه مسؤوليه كبيره جدا. صحيح. انت امام الان احنا قاعدين قدام شاشه وقدامنا كاميرا، اداتين قويات، مسؤوليه كبيره. قاعدين في برنامج مثل هذا البرنامج مسائي، وايد من الناس قاعده تنتظره. اذا عليك انت مسؤوليه كضيف او كمقدم برنامج، ان كيف توصل المعلومه الجيده لهذا المستمع او لهذا المشاهد. المسؤوليه ايضا قد تعطيك مساحه كبيره جدا من النضوج الفكري. كيف تستخدم ما لديك من مهارات وادوات، هذا مهمه جدا. جميل. صحيح. توصيل نفس في النهاية. النقطة اللي عفوا الناس اللي ذكرتها الحين، ان انت يكون لك حضور، يكون لك قبول، طبعاً. وايضا موهبة ان انت تشارك فيها في اي مجال تحبه. وعلم وثقافه. اكيد. يعني انت والان خلني انا اصير الحين المقدم المحاور. وأنتم تصيرونها. شوفوا اكو وايد شغله مهمه جدا، انك انت لابد ان يكون عندك اهداف معينه. ايش تبي توصل؟ وين تبي توصل؟ ايش تبي من حقه؟ شنو الشرائح المستهدفه اللي تبي توصل لها؟ وش تبي انت من طرحك لسؤال ما او قضيه ما او موضوع ما؟ هذه الاشياء كلها لما تتكاتف مع بعضها البعض، وجود الثقافه، وجود العلم، المحاور الاساسيه المعلوماتيه عندك، السطح المريح، عرفت شلون؟ البراحه مثل ما قال اخوي راشد مساعد، براحه اللعبه الحين صارت براحه متسعه، لان اصبح العالم كله قريه صغيره جدا قدامك. صحيح. فانت مو قاعد يشوفونك اول تلفزيون الكويت مثلا، يشوفونه بس تلفزيون الكويت بالكويت، تلقاهم يشوفونه منو؟ الخليج. الان طلعت قنوات، احنا ما نبي ندخل في الملف بعدين مال MBC، بس اقول يعني القنوات الاخرى طلعت، القنوات الراي والوطن والMBC وغيره وغيره وغيره. هذه ترى اشياء جميله جدا. انا لو تساليني اقول لك انا مبسوط جدا ان تواجد العدد الكبير جدا من هذه القنوات في دوله مثل الكويت او في دوله خليجيه. بس لي عتب بعدين اذا ناقشنا الملف الثاني ندخل فيه. شوف استاذ، يعني الكثير من المحاور يعني راح اكيد نطرقها معاك، منها الملف الفني او ما صح الفتره الفنيه في حياتك وبدايه دخولك لها. بس بعد هذا الفاصل مشاهدينا راح اروح معاكم فاصل صغير، نرجع مع حوارنا مع الفنان القدير الدكتور سليمان العسوسي. شكرا. شنو؟ لا انا. شنو؟ انا انت شنو؟ ابي انا. شنو؟ والله انا. انت شنو؟ انا وبعدين انت شنو؟ انا ابي الوح. وين بتروح؟ بلوح الحمام. اقعد يلا اقعد، صار لي ساعة بس يلا. بس ما لا اقول له سم. لا انا ما قلت اقول له اسم. شنو على قبله؟ بس شنو؟ نشيدة بس نشيدة. ادل رياضه. انت زين رياضة. يلا. سبتي ما قلت لك اما تشتغل سهر زكي ما تري تكاكه كلها تركض.